السلام عليكم، كيفكم؟ معكم أسامة. بفيديو اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا هدول مخدات رمضان. فبعرف قبل ما تسألوني عن فيديو رمضان لا تخافوا، ما نسيانه، رح أنزلكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. بس بهالفترة قررت أنزل هذا الفيديو أحسن من امبارح، لأنه لساتي عم بشتغل على فيديو رمضان، وإن شاء الله رح ينزل الأسبوع اللي جاي. فتشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب اشتراك لحتى يوصلكم كل شيء من فيديوهاتي، مشان أول ما ينزل فيديو رمضان تشوفوه. وهلا خلينا ننتقل على الفيديو. رح تحتاجوا مخدة أو قطن حسب الحجم اللي انتم بدكم إياه، ماشي، بدها شمع، وكمان رح تحتاجوا لمقص. فأول شي رح تفردوا القماش بهذا الشكل، لازم يكون الطرف اللي هو اللي حلو والطرف الصحيح لفوق. رح تحطوا المخدة ورح تحطوا مسافة شوي بين المخدة والقماش من الطرفين. فمثل ما انكم شايفين انا هلا دقتني القماشة بالنص بهذا الشكل، رح اقص قطعة بالطول، ومثل ما قلت لكم رح تعيفوا مسافة بالطرفين تقريبا انش واحد. لحتى تصير معكم بهذا الشكل قطعة بالطول، لحتى تحسنوا تطبقوا طرفين القماش. وبهذا الشكل انا بقص الزيادة لحتى يصير معنا القماش هيك. هلا بحواف القماش عبتنيهم والزقهم بهذا الشكل لحتى يصير شكلهم مرتب. فبهذا الشكل رح تلزقوا الاطراف. وهلا رح تشيلوا المخدة وتعملوا نفس الحركة، نفس الشكل كان، فانه ضبطوها لتكون على حجم المخدة. مشان هلا رح نلزقهم. رح تلزقوا الاطراف بهذا الشكل على القماش مثل ما انكم شايفين بمسدس شمع. اكيد فيكم تستخدموا خيط وابره، بس انا ما بعرف اخيط، ومسدس شمع اسرع اسهل بكتير. فمثل ما انكم شايفين الطرف الثاني رح تلزقوه بهذا الشكل. وهلا بتقلبوه بهذا الشكل، بصير معكم الكفر نظيف. فمثل ما انكم شايفين انا هون عملت اثنين. اذا بدكم فيكم توقفوا عند هاي المرحلة، بس فيكم تضيفوا هي الزينة ما بعرف ايش اسمها اصلا، فخليني اعلمكم كيف تعملوها. فاللي راح تعملوه انكم راح تاخذوا صوف وراح تلفوا على ايدكم بهذا الشكل حسب انتم التخنة اللي بدكم اياه. فبعدين راح تقصوها، راح تاخذوا قطعة من الصوف طويلة شوي وراح تربطوها من فوق بهذا الشكل. اربطوها مرتين لحتى تكون قوية، وكمان خذوا قطعة تانية واربطوها من فوق بهذا الشكل لحتى تشكل هذا الشكل. ما بعرف هلا صار يشبه رجل ثلج. المهم انتم هلا شوفوا الصورة فهموا ايش عم بعمل. فهلا رح تقصوها من تحت بهذا الشكل، وبس هيك بتكونوا خلصتوا. فمشان تثبتوها على الحواف رح تاخذوا المقص ورح تصبوا الزوايا بهذا الشكل. فاكيد في طريقه تانية رح تدخلوها، بس انه انا هي شفتها اكثر وحده مناسبه. رح تاخذوا المقص مثل ما انكم شايفين ورح تسحبوا فيها الصوف، وبهذا الشكل بعدين بتثبتوها بمسدس الشمع. فانا عملتهم على كل الجوانب، وبس هيك بتكونوا خلصتوا. وبس هذا كان فيديو اليوم. لو عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، خلينا نجرب نوصل ل 400 لايك. اذا انتم مشتركين بالقناه واول مره بتشوفوا وشي، لا تنسوا الاشتراك لحتى تشوفوا كل جديد من فيديوهاتي، لانه كثير مخطط لفيديوهات رمضان هالسنه. واذا ما بدكم تضيعوهم، اشتركوا بالقناه حتى تشوفوهم. واذا عملتوا اي عمل من تبعات رمضان او اي عمل، لا تنسوا تشاركوني صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وكمان تويتر. وكمان اذا بدكم اعملوا لي فولو على سناب شات، احيانا بنزل عليه صور ومقاطع فيديو للفيديوهات اول ما ينزلوا، فعملوا لي فولو عليه. وبس هذا كان كل شيء اليوم. بشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.